البنات وشحال طري وشحال خفيف، من اروع ما يكون. اذا نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه تاع اليوم، تخلوا لي رايكم في التعليقات حبيباتي. اذا لانكم طلبتوا مني بزاف خبز الدار تاع زمان واخيرا جبت لكم البنات. اذا نتمنى حبيباتي ما تبخلونيش بجمل الفيديو، خلوا لي رايكم في التعليقات. اي وصفه حبيتوها البنات برك اكتبوا لي في التعليقات، وراح نشارك معكم جميع وصفات الزمن الجميل. اذا طلبتوا مني ثاني البنات الشوربه فريك، راح نشارك معكم زوج انواع من شوربه فريك لشهر رمضان باذن الله. اذا بنت زمان وريحه زمان. نبداو حبيباتي. اذا انا حنعبر لكم بالكاس كما طلبتوا مني. اذا والله ما فهمت البنات، كاينين اللي يكتبوا لي انه نحط لكم العبار بالغرام، وكاينين اللي يكتبوا لي يحطوا لي خبرتوني انه هذا الكاس هو اللي راكم تخدموا به وكامل متواجد في بيوتكم، اللي هو الكاس تاع 220 ملل. اذا راح نعبر لكم انا بالكاس. ندو 3 كؤوس سميد يكون متوسط، سميد اللي راح نخدم به انا كما راكم تشوفوا. اذا نحط 3 كؤوس سميد. هذا ثالث. نجيبوا المغرفه هذيك تاع الاكل العاديه. اذا نحط هنايا 2 مغارف سكر، 2 مغارف خميره الخبز، نحطوا هنايا نص مغرفه البنات ملح، نص برك استعملوا النص، وزيدوا ذوقوا على الملح. اذا تقدروا تذوقوا العجينه تاعكم، اذا حسيتوها خاصها الملح زيدوا البنات. خلطوا المكونات الجافه كامل مع بعض بهذا الشكل البنات. وهنا ندير حفره هنايا في الوسط، نحط فيها البنات بنفس الكاس اللي عبرنا به اللي هو 220 ملل، نحط نص كاس زيت. هنجيب البنات نفس الكاس عمرته ماء يكون دافي. اذا نحطه مباشره فوق الزيت ونبدا نعجن نلم في العجينه تاعي. حتى نتحصلوا على عجينه تكون ملمومه بهذا الشكل. راني نسيت البنات الزاز تاع الليمون. هنا يجيبوا حبه تاع تشينا. اذا تكونوا غسلتوها مليح ونحي منها الزاز، يعطيني بنه ولا اروع للخبز الدار تاعنا. كما تعرفوا خبز الدار تاع زمان ينسموه بالزاز هذا تاع تشينا، يعطي له بنه هايله. ونكمل نلم العجينه تاعي. نلموا البنات العجينه تاعنا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. لهنا نجيبوا البنات نص كاس واحد اخر ماء يكون دافي. اذا نبدا ندخل فيه في العجينه تاعي وانا ندلك فيها بهذا الشكل. ممكن ما تدوش البنات نص كيله ولا نص كاس هذا كامل تاع الماء. اذا يبقى على حسب النوعيه تاع السميد اللي استعملتوها. نبقى انايا نعجن في العجينه تاعي بهذا الشكل، وانا مره على مره نرش العجينه تاعي بالماء حتى نحصلوا على عجينه تكون مدلوكه مليح. اذا هذا الخبز الدار البنات تاع زمان، اذا تاع جداتنا وامهاتنا، فيه الريحه هذيك تاع زمان. اذا روعه. راهو جاي رمضان ان شاء الله باذن الله. اذا حضروا فيه هذا الخبز باش هكذا تدخلوا ريحه زمان لبيوتكم. كما راكم تشوفوا البنات انايا خلصت كامل كميه تاع الماء هذيك نص كيله. اذا نتوما البنات ما تروحوش تضيفوش الماء دفعه واحده، لانه يبقى على حسب النوعيه تاع السميد اللي استعملتوها. اذا كما راكم تشوفوا البنات انا راني ندلك فيه، وفي نفس الوقت مره على مره نرش العجينه تاعي بشويه ماء حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه كما راكم تشوفوا البنات، طريه وتكون مدلوكه. نقطع العجينه تاعي البنات ونخليها حتى يضاعف الحجم تاعها. اذا تخمر مليح ونرجع ليها بهذا الشكل. بعد ما تخمر البنات العجينه تاعنا، اذا نرجعوا ليها. هنا دهنت ايدي بشويه زيت هكذا باش ما تلصقليش. اذا نديكازي العجينه تاعي بهذا الشكل، ونعاود برك البنات ندلكها شوي بهذا الشكل بلا ما نزيد لها الماء. اذا ندلكوها برك بهذه الطريقه. هذا السر اللي يخلي الخبز تاعنا خبز الدار تاعنا يجينا خفيف.
ندلكوها بهذه الطريقه. نجي لهنا البنات، نجيب البلا تاعي اللي راح نحط فيه نطيب فيه الخبز تاعي. اذا حطيت هنايا فيه طابي كويسون. اذا ونجيب نقسم العجينه تاعي على 2. العجينه تاعنا نقسموها على 2 هكذا باش تعطيني 2 خبزات. هذه الكميه البنات راح تعطيكم 2 خبزات. ونجي لهنا ندهن ايدي بشويه زيت ونبدا نقرص في العجينه تاعي. لازم البنات برك تقرصوها تكون رقيقه. الخبزه الثانيه راح نقرصوها بنفس الطريقه. هيا البنات كيما راكم تشوفوا بهذا السمك، لازم يكون السمك شويه رقيق هكذا باش يجونا خفاف وما يجوناش معجنين. اذا نغطوا الخبيزات تاعنا بالطرشونات هذا ونخلوهم حتى يخمروا يضاعف الحجم تاعهم. ما يخمروا البنات الخبزات تاعنا. هنايا جبت صفار بيضاء، اذا حطيت له هنايا شويه زعفران ونخلط مليح. ونجي لهنا ندهن الخبز تاعنا بهذه الطريقه. نجيب البنات، انا عندي حبه الحلاوه ما كانش عندي السانوج، حطوا السانوج حطوا الجلجلان، اذا نحطوا واش حبيتوا. اذا هنايا ما كانش متوفر عندي، انا حطيت حبه حلاوه. نسخن الفرن تاعي على اقصى درجه، نطيب الخبز تاعي نشوفوه على مائده التقديم. هنا تحبوا ديروا له اي شكل تحبوه. شوفوا حبيباتي خبز الدار تاعنا على مائده التقديم. يجينا يا البنات واحد الريحه يا البنات. اذا ريحه الزمان اللي يحبوا وصفات الزمن الجميل، اذا يجربوا لي هذه الوصفه ويشموا هذيك الريحه الرائعه يا البنات. اذا خبز الدار اللي كانوا يحضروه جداتنا وامهاتنا في الزمن الجميل، اذا وخاصه في شهر رمضان كما تعرفوا ما يفوتش علينا رمضان وما نحضروش الخبز الدار هذا تاع زمان. اذا نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه هذه تفرحوا بها افراد العائله. راح نقسم لكم هنايا تشوفوا القوام من داخل. اسفنجي وخفيف من اروع ما يكون. شوف البنات، واحد الخبز يا البنات راح يعجبكم بزاف. شوف البنات وشحال طري وشحال خفيف من اروع ما يكون. اذا نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفه تاع اليوم. تخلوا لي رايكم في التعليقات حبيباتي. اذا لانكم طلبتوا مني بزاف خبز الدار تاع زمان واخيرا جبت لكم البنات. اذا نتمنى حبيباتي ما تبخلونيش بجمل الفيديو، خلوا لي رايكم في التعليقات. اي وصفه حبيتوها البنات برك اكتبوا لي في التعليقات وراح نشارك معكم جميع وصفات الزمن الجميل. اذا طلبتوا مني ثاني البنات الشوربه فريك، راح نشارك معكم 2 انواع من شوربه فريك لشهر رمضان باذن الله. اذا بنت زمان وريحه زمان. نختم الفيديو تاعنا كالعاده بالصلاه والسلام على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. انتظروني غاليتي في فيديو جديد. سلام.